يا حبيبي الحمد ألف لله. مبروك كابتن حسن، ألف مبروك والصعود لدوري المجموعات، والحمد لله فوز النهارده مريح لنادي الزمالك 2-0، وبتأكد الصعود وبتأكد التفوق نادي الزمالك في دور ال 16. الحمد لله كريم، مبروك يا حبيبي ومبروك لينا جميعا ان شاء الله، لغايه ما ربنا يكملها لنا على خير ان شاء الله دوري بإذن المجموعات باذن الله. كابتن حسن، محور كلامنا والحاجة اللي كسرت نفسنا أو زعلتنا الموقف اللي احنا شفناه لا هو من كريم شيكابالا. هو موقف مش عاوز اقول ان انا متعود عليه، انا ما اتعودتش على كده يعني. هو عادي يعني، هو عادي يعني. انا النهارده لما باجي بغير تكتيكيا، ما بغيرش عشان ده احسن لعيب في الملعب او ده اوحش لعيب في الملعب، بغير تكتيكيا، فبغير على اساس ان انا راجل كسبان 2 واروح نزل واحد نص ملعب كمان عشان امسك الكوره، عشان ما يبقاش فيه يعني ضغط علينا، بالرغم ان هو يعني لهم اكثر من كوره ممكن كانوا يروحوا بيها، فده كان تغيير تكتيكي. يعني تغيير تكتيكي لا اكثر ولا اقل، مش عشان شيكابالا والله. لا، احنا مش بنعلق على التغيير من الناحية الفنية، احنا بنعلق على الموقف. انا بقول لك فهو يحصل موقف زي ده وانا بغير لمصلحه الفرقه، انا ما بغيرش لمصلحه حسن شحاته، انا بغير لمصلحه الفرقه، فلما يحصل موقف زي ده هو اخطا في حق نفسه قبل ما يخطا فيا، هو اخطا في حق نفسه واخطا في حق جماهير نادي الزمالك. اذا كانت جماهير نادي الزمالك اخطا في حق مجلس اداره نادي الزمالك، ما اخطاش فيا انا، خد بالك يعني. فالعمليه عمليه شيكابالا كريم زيك وزي اسلام وزي ولادي، عارف ازاي ممكن يكون هو اصغر منكم شويه، لكن عادي، بس ما اعرفش يعني هو يعني هو عمل كده ليه؟ انا ما عنديش فكره هو عمل كده ليه. احنا بنتعامل معاه وبنتعامل مع كل اللعيبه زي ما بيقولوا بما يرضي الله، وبنخلي النجم نجم وبنكبره، وبنخلي اللعيب اللي لسه طالع بنخليه نجم وبنحاول نوصله النجوميه. ما تبقاش النجوميه بالشكل كده كريم. كابتن حلمي يعني مستاء جدا وحزين جدا من الموقف، ويعني وكان متعصب جدا بعد انتهاء المباراه. وانت شايف القرار اللي انت ممكن تاخده كمدير فني في القصه دي يا كابتن حسن؟ انت عارف ان انا ما بحبش اخد قرارات تسرع، وطبعا الكابتن عبد الشافي والكابتن حلمي انا ما بحبش اخد قرارات منطقي يا كابتن حسن. فاهدى بس كده شويه، وانا معايا برضو الاستاذ عمرو ومعايا كان الكابتن ابراهيم، كل اعضاء الاداره نزلوا عشان يهنونا ويباركونا، بس نهدى. وانا عندي اجتماع اساسا مع مجلس الاداره يوم الثلاث بعد بكره عشان الموسم الجاي والنظام الجاي واللعيبه اللي هتبقى موجوده واللعيبه اللي هنجيبها وحاجات كتير يعني. الكلام ده كله يوم الثلاث في اجتماعي مع مجلس الاداره، دي من ضمن الاسباب اللي ما خلتنيش ان انا اسافر معاهم السعوديه. يعني مش مسافر المباراه الاولى في السعوديه، هتطلع على الكويت على طول؟ المباراه الاولى هخلص الاجتماع، لان ممكن اجتماع يوم الثلاث يعني يبقى في اعاده لي يوم الاربعاء وبتاع، لكن الكويت ان شاء الله هكون موجود معاهم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حلمي، تحب تقول حاجه لكابتن حسن؟ كابتن حسن، انا حلام يا حبيبي، انا بحييك على هدوءك وعلى انك حكمتك، وانك متحكم في مشاعرك بشكل كويس. بحاول لكن يا كابتن حلمي عشان ما بعملش حاجه لشخص حسن شحاته انا عارف قدامك ده، لكن حاجه لمصلحه التيم او مصلحه الماتش. يا كابتن حسن، انت قائد هذا الفريق، انت قائد الفرقه دي، من حقك تعمل اللي انت عايزه، ومن حق بدون تبرير، ما تبررش لحد. انت راجل من حقك انك تقود فرقتك زي ما انت عايز، ومش من حق حد انك تقول له تبريرات. ابو علي، انت راجل كبير، ما انت قد الدنيا، انت مدرب قد الدنيا، وكنت لعيب قد الدنيا، ما حد العيال دي ما شافتكش، فانت ما تبررش لحد يا حسن، وضروري يبقى في قوه في اتخاذ قرار. ابو علي ان شاء الله يا كابتن حلمي.